السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم دالة من الدوال الجديدة اللي فعلا هتغير طريقة شغلك في الإكسل. دالة بتخلينا نفلتر البيانات بطريقة ذكية وسريعة جدا من غير ما نستخدم فلتر يدوي ولا نعمل دوال معقدة. النهاردة هنتكلم عن دالة فلتر. الدالة دي من الدوال الديناميكية اللي نزلت في الإصدارات الجديدة من الإكسل، وبتخليك تجيب بيانات معينة من الجدول حسب الشروط انت اللي بتحطها. يعني بدل ما تعمل فلتر يدوي كل مرة، هي بتعمله لوحدها وبتتحدث كمان اوتوماتيك لما الشروط تتغير. فخلينا نبدأ ونشوف ازاي نستخدمها خطوة بخطوة ونفهمها مع بعض بأسهل طريقة ممكنة. يلا بينا نبدأ الشرح. بص يا سيدي، أنا عندي هنا جدول للمبيعات من A2 لحد D8، وفيه الأعمدة الاسم، القسم، الشهر والمبيعات. وعندي على اليمين جدول صغير من F2 لحد G2. في F2 مكتوب اسم القسم، وفي G2 مكتوب الشهر اللي عايز أفلتر عليه. النتيجة هتظهر في الخلية I2. أنا دلوقتي واقف في الخلية I2 وهكتب يساوي فلتر. أول ما اكتبها الإكسل هيبدأ يطلع لي قائمة بالدوال اللي بتبدأ بحرف F. هختار منها فلتر وبعمل دبل كليك بالماوس على اسم الدالة. بعد كده هضغط على الزرار اللي فوق اسمه FX، وده اللي هيفتح لي نافذة اسمها Function Arguments. أول ما النافذة تفتح هتلاقي فيها 3 خانات: Array، Include، FEmpty. نبدأ بأول خانة Array، ودي النطاق اللي عايز أرجع منه البيانات بعد الفلتلة. فبالمؤشر هروح أحدد الجدول كله من A2 لحد D8 علشان أفلتر الجدول بالكامل. نيجي بقى للخانة التانية Include، ودي اللي بنكتب فيها الشروط اللي الإكسل هيشتغل عليها. هكتب الشرطين بالطريقة العملية دي خطوة بخطوة. افتح قوس، ظلل B2 B8 بالمؤشر، اكتب يساوي F2، نقفل القوس، اكتب نجمة يعني AND، افتح قوس تاني، ظلل C2 C8 بالمؤشر، اكتب يساوي G2، نقفل القوس. بكده include بتبقى الطريقة دي. نيجي بقى للخانة الأخيرة FEmpty، ودي اللي بتظهر فيها الرسالة لو مفيش نتائج تنطبق على الشروط. فممكن أكتب مفيش بيانات. بعد كده هضغط Enter. بص كده النتيجة اللي طلعت في I2. الإكسل رجع لي كل الصفوف اللي فيها القسم نفس اللي في F2 والشهر نفس اللي في G2. ولو غيرت أي شرط منهم النتيجة هتتحدث تلقائي على طول، وده اللي بيخلي دالة فلتر مرنة جدا وسريعة في التعامل مع البيانات. وكده يا جماعة نكون فهمنا دالة فلتر خطوة بخطوة، من أول ما كتبناها لحد ما فتحنا FX وملينا كل خانة فيها. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة علشان تشوف باقي شروحات الإكسل بطريقة بسيطة وسهلة. وما تنساش تكتب لي في الكومنت إيه الدالة اللي نفسك أشرحها بعد كده. أنا عبد الله شرارة، وده كان شرح النهاردة من قناة أبشيت. خليك دايما أب تو ديت مع إكسل.